السلام، مرحبا بكم في القناه ديالي شهوة سوكيش. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم حلوه ديال العيد بلا فران وبلا فورص وبلا بيض. الصراحه كتجي زوينه بزاف ولذيذه ودغيا كتوجد، ما كتاخذش منها بزاف ديال الوقت. نخليكم دابا ان شاء الله مع الطريقه ديال التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير ديال الحلوه كنحتاج نص كيلو ديال الكاوكاو اللي تيكون صغير وكنكون حمرته في الفران. عندي هنايا 250 غرام ديال التمر، معلقه صغيره ديال القرفه، وعندي هنايا راس معلقه صغيره ديال الملح لتصحيح الذوق. كناخذ التمر هو الاول تنحلو بالموس وكنحيد منه داك العظم اللي كيكون فيه. وبالنسبه للتمر تقدروا تستعملوا اي نوع ديال التمر عندكم موجود في الدار. صافي كنبقى غاده على هاد الطريقه هذه حتى كنحيد التمر كامل العظم اللي تيكون فيه. صافي من بعد كناخذ كاوكاو كنديرو في الميكسور. كيف ما كتشوفوا معايا كنطحنو مزيان حتى كيتنيل وكنطحنو بالقشور ديالو. الا كنتو كتفضلوا انكم تحيدوا له القشور ماشي مشكل. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا كاوكاو بعد ما كنطحنو مزيان. غادي نخويه دابا في البول وغادي نطحن الكميه اللي بقات لي ديال الكاوكاو. صافي حتى هي غادي نخويها في البول. الكاوكاو بعد ما ساليت منه غادي ناخذ التمر ونديرو حتى هو في الميكسور. صافي حتى هو غادي نطحنو مزيان حتى يولي ليا على شكل اون بات. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا التمر بعد ما طحنته مزيان غادي نزيدو على كاوكاو. من بعد غادي نزيد القرفه اللي كتعطي مذاق زوين لهاد الحلوه هذه. كنضيف كذلك الملح. صافي وغادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كينسجموا كيتجمع ليا كاوكاو مع لاباط ديال التمر. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا كنخدمهم مزيان بيدي. غادي نزيد دابا نسلي القياس اللي غادي نكمل به في الجميع ديال الكاوكاو والتمر، حيت انايا التمر بوحدو ما كفانيش. وبالنسبه للنسلي غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف الا بغيتو تشوفوا الطريقه ديال التحضير ديالو. صافي كنبقى غاده على هاد الطريقه هذه حتى عاوتاني كنجمع المكونات مع بعضياتهم مزيان. هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما كنجمع المكونات مع بعضياتهم غادي نحتاج كذلك شويه ديال الزنجلان اللي كنكون حمرته في الفران. غادي نبدا نشكلهم كوارات اللي يكونوا صغار واحد شويه. كنكورهم هكا بين يدي وكنبسطهم واحد شويه وكنحطهم في الزنجلان. عاوتاني كندير كويره اخرى حتى كنعمر الطبيزين عاد باش غادي ندوزهم في الزنجلان ونحطهم في البلاطو. صافي وكنحاول انني نديرهم كاملين في نفس القياس. وضروري ما نبسطوهم غير واحد شويه باش كيجي الشكل ديالهم زوين وكيجي مقاد. صافي دابا غادي ندوزهم في الزنجلان وكنقادهم بهذه الطريقه هذه. صافي غادي نحطهم في البلاطو. وبالنسبه للطريقه ديال هاد الحلوه هذه فهي سهله وما كتاخذش منا بزاف ديال الوقت. من بعد غادي ناخذ عود ديال الخشب اللي غادي نشكل به الوسط ديال الحلوه. البلاصه فين غادي ندير الشوكولا. تقدروا تقبوها باي اداه عندكم موجوده في الدار. صافي كنبقى غاده على هاد الطريقه هذه حتى كنكمل الكميه ديال الحلوه كامله اللي عندي. صافي من بعد كناخذ كميه ديال الشوكولا اسود اللي كنكون ذوبته في حمام مريم وزدت عليه شويه ديال الزيت نباتيه. صافي غادي نبدا نعمر الحلوه بالشوكولا ونحط من فوق منها اللوز. بالنسبه للوز فمن الاحسن انكم ديروه في المطيب وتفسخوه وتقليوه في الزيت كيجي الشكل ديالو احسن من اللوز العادي كيف ما كتشوفوا معايا كيف ما درت انا. صافي والحلوه اللي كندير فوق منها الشوكولا كندير فوق منها اللوزه حتى هي وكنضغط عليها واحد شويه باش تدخل شويه في الحلوه. ومني غادي نسالي غادي ندخلها تبرد في الثلاجه لمده ديال 10 دقائق حتى 15 دقيقه بما شدات لي فراسه ونخرجها باش
نحطها في طبق التقديم. هذا هو الشكل ديالها النهائي بعد ما كنخرجها من الثلاجه. غادي نحطها في كويغطات، وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى. كنتمنى ان هذه الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم جربتوها ما تنساوش تقولوها لي في لي كومونتير، وما تنساوش تقولوا لي شنو تبغيني نشارك معكم في الفيديو الجايين، وشنو هما الوصفات اللي تبغوا تشوفوا الطريقه ديالي في التحضير ديالهم. نخليكم دابا ان شاء الله مع النهايه ديال الفيديو بالصحه والراحه.